اقتراب شهر رمضان الكريم، تتواصل الجهود عبر مختلف ولايات الوطن لضبط السوق وضمان وفرة المواد الأساسية للمواطنين. وفي هذا الإطار أشرف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش محمد مزغاش على الافتتاح الرسمي للسوق الجواري بساحة سعيد حمدين رفقة مسؤولي قطاع التجارة بولاية الجزائر. تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج وطني يشمل 560 سوقا جواريا عبر التراب الوطني، يشارك فيها أكثر من 7000 تاجر يعرضون منتجاتهم مباشرة للمستهلك بهدف توفير السلع بأسعار تنافسية. وقد عبر المدير العام عن ارتياحه للمستوى التنظيمي ونوعية المنتجات المعروضة، خاصة أسعار اللحوم الحمراء المستوردة، إضافة إلى الخضر والفواكه ومختلف المواد الاستهلاكية التي عرفت انخفاضاً يتراوح بين 10 إلى 20% مقارنة بنقاط البيع التقليدية. وخلال زيارته دعا مزغاش المواطنين إلى عقللة وترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان الذي يشهد عادة تغيرات في السلوك الاستهلاكي وارتفاعا في الطلب، مشددا على أن كل المواد متوفرة وبأسعار مدروسة ومقننة، وأن الحفاظ على القدرة الشرائية يبدأ من اقتناء ما يحتاجه المواطن فعلا دون إسراف أو تبذير.